المصري بالمغادرة. يعني أنتم المصريين صدعتوا رؤوسنا في حرب غزة، تقولون لا نتدخل عسكريا والجيش المصري للمصريين وكذا وكذا. إسرائيل اخترقت كام ديفيد وقامت باحتلال محور صلاح الدين وقتلت كم من جندي مصري في سيناء. لماذا لم يتدخل الجيش المصري؟ يعني يتم أخذ الجيش المصري إلى الإمارات من أجل الدفاع عن الإمارات ب6 طائرات رفال، والرفال هذه طائرة عسكرية فرنسية أثبتت فشلها في العالم وأصبحت تنعت بأنها طائرة خردة لا قيمة لها. إذا كنا سنتكلم على مصر، مصر تحتلها الإمارات. مصر 16% من المحفظة العقارية لأراضي القاهرة اشترتها الإمارات. رأس الحكمة وبناس اشترتها الإمارات. جزء كبير من الأراضي الفلاحية في مصر اشترتها الإمارات، وتقوم باستغلالها وتبيع القمح لمصر بقمح يتم 70% من موانئ مصر اشترتها الإمارات. 80% من مطارات مصر اشترتها الإمارات. بنك طلعت حرب المصري الذي أنشئ 1954 اشترتها الإمارات. يعني السيسي هذا رئيس باع كل مقدرات مصر وباع كل خيرات مصر. يعني أنت تقول إذا كانت لديكم القوة والقوة. يا أخي الفاضل، هل أنت جيش قوي تتلقى مساعدات بقيمة؟ لا تقاطعني، لم أكمل كلامي. إذا كان غادي يكمل وما قاطعكش المصري ملي غادي تهضر انت والله ما يقاطعك. يعني والله ما يقاطعك، عندك كامل الحريه ديالو. أنا الكلام الذي أقوله أتحدى أي شخص هنا في هذا البث أن يثبت أن كلامي خاطئ بدليل وبمصدر. أنا عندما أتكلم إنصافا للحق، وأتكلم من باب مسؤولية أمام الله عز وجل وأمام مشاهدي هذا البث. يعني أنت قوي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية سنويا من طرف أمريكا بقيمة 1,300,000,000 أنا عندما أتكلم إنصافا للحق، وأتكلم من باب مسؤولية أمام الله عز وجل وأمام مشاهدي هذا البث. يعني أنت قوي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية سنويا من طرف أمريكا بقيمة 1,300,000,000. أنا عندما أتكلم إنصافا للحق، وأتكلم من باب مسؤولية أمام الله عز وجل وأمام مشاهدي هذا البث. يعني أنت قوي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية سنويا من طرف أمريكا بقيمة 1,000,000,000 بينكم. يعني يوجد تحالف عربي إسرائيلي في الإمارات. إسرائيل شكرا. والمغرب ب1400 جندي. شكرا. غادي يجاوبك ومن بعد شوف وانتهى الأمر. صافي شكرا. دير ميوت دابا الأستاذ هاي دير ميوت. هاي أخرجوا شجعانكم. واخا دا بلاتي. المهم دير ميوت. شكرا. الاخ المصري غادي يجاوب، ومن بعد غادي نخلي واحد المداخله الاستاذ التونسي، لان ما جبد حتى تونس في هذا الموضوع هذا. تفضل الاستاذ. طيب، بما انه قعد يعني يسرد الامارات تمتلك مصر والكلام الخرط بتاعه، فانا احب اقول لك ان الامارات تحكم في جميع ميناء الجزائر بالكامل بموجب القانون الدولي 30 سنة قدام، ولا تقدر تبص للإمارات. وقفلنا موضوع الإمارات. تاني حاجة، لما بتيجي تتكلم على إيران، كان في الوقت ده كان الشاه إيران كان راجل معتدل متجوز الأميرة فوزية أخت الملك فاروق، كان راجل سني معتدل، لا له دعوة بالتعدي على الدول ولا صنع ميشيات ولا الكلام الفاضي ده. خدت بالك؟ لما تيجي تتكلم على السادات قال لهم اتفاقية السلام، وقال في الكونجرس في الكنيست الأراضي الفلسطينية حدود 67 أولا، فلسطين حدود 67 وعاصمتها القدس والجولان والأراضي المصرية. طيب العرب قالوا لك طردوا مصر 10 سنين، خدنا الأرض نمتلك أرضنا. العرب بيطالبوا بإيه الآن؟ ورئيسك أولهم تبون قال لك فلسطين
اللي هو كان السادات بيجيبه بجرة قلم من 40 سنة، انتوا دلوقتي بتطالبوا بيه، ورئيسك بيقول فلسطين حدود 67. خدت بالك؟ اما تيجي تتكلم على محور فيلادلفيا، محور فيلادلفيا ده مش في الأراضي المصرية، في الأراضي المحتلة. وتيجي تقول اخترقوا اتفاقية السلام، أنا كمان اخترقت اتفاقية السلام وعامل مناورة عسكرية من 5 أيام بيني وبين الكيان 100 متر. هل أنت تقدر تحرك طلقة واحدة ضد الكيان؟ لا. أنت دعمت الكيان في حرب غزة بالغاز، طلع من عندك لما مصر رفضت تمون الغاز للكيان، وعامل مناورة عسكرية من 5 أيام بينه وبين الكيان 100 متر. هل أنت تقدر تحرك؟ حصل ولا ما حصلش؟ خدت بالك؟ فأنتم يعني كلام في الفاضي. هل أنت تقدر تساعد القضية الفلسطينية؟ أنا ساعدت القضية الفلسطينية وحاربت 48 56 العدوان الثلاثي بريطانيا فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، علشان أنا كنت بدعمك بالسلاح في البحر. فرنسا وبريطانيا وإسرائيل عملوا عدوان ثلاثي عليا سنة 56 بسببك أنت. حاربت 67، حاربت 73، رجعت أرضي. هل أنت الآن تقول دولة مستقلة تقدر تحكم في أرضك؟ لا. أنت بعد 63 67 فرنسا وإسرائيل عملوا تجارب نووية عندك في الصحراء، ولحد الآن الرئيس تبون بيطالب فرنسا إن هي تنظف الأرض. اديني إزاي أنت استقلت 63 وجبت المحتل 67 يعمل تجارب نووية في أرضك على 45؟ وش ينبر اخويا؟ ايه اسمع صورني هكا. يا يما زيد دوز يا زيد دوز يا زين. بعد 79 مع عملنا عملية السلام، الأراضي أراضي مصرية. فهل أنت تقدر تدخل الأراضي اللي اتعملت فيها تجارب نووية؟ لا، ما تقدرش. عندك اتفاقية إيفيان بتقول إن لا يحق الجيش الجزائري الخروج خارج البلاد إلا بأمر من فرنسا، فأنت تحكم فيك فرنسا وتحكم فيك الإمارات. والسلام عليكم. جميل. أرد عثمان، أرد حق الرد عثمان ما عندكش. لا بلاتي الشرق بلاتي، راه انت جبتي المصري والتوانسه، دونك حق الرد لتونس ومن بعد نرجع لا عندك. ارد على بلاتي غادي ترد عليه، بلاتي غادي ترد عليهم بجوج. لكي لا انسى المعلومات التي سردها من فضلك. بلاتي راه انت قبيله بلاتي والاكاديمي من فضلك من فضلك الاكاديمي. انا جبت التونسي في جمله الاكاديمي عافاك المصري وبعدين يرد التونسي. وبلاتي واخا بلاتي شوف بلاتي من فضلك انت رد على المصري. الاكاديمي راه قبيله قلت لي انت هز الوطن شتيلو. معليش انا نلقاو ستيلو هذه باش نرد على المصري دركا، ودابا نزيد نرد على التونسي، نزيد نرد على التونسي. نبقاو نص ساعه هكا نقول خويا راهي دقيقه راهي دابا غادي خونا التونسي راه معانا. علاش بغيتي تظلم التوانسه؟ لا راه معانا. لا شوف يرد علينا. شوف غادي يرد عليك تونسي ومن بعد غادي تهضر. تفضل التونسي. شوف بصح كاينه حاجه، كون عندي الوقت الكافي نرد عليهم في زوز. صافي عندك الوقت الكافي ترد بجوج، ولكن يرد عليك تونسي. خلي يرد عليهم في زوز. اي اوكي. والله انا سعيد وفرحان يعني ما شاء الله. انا حاضيه التوقيت والمساواه، عندنا كل شيء كيف كاع ولاد عبد الواحد واحد، لا للتمييز. برافو نرجس، تحياتي. خليه اغلق المايك، انا ما قطعتكش، نسمع فيك من الصباح، مررت مغالطات. تفضل. اذا كنت انت سحب لايف وما تعرفش تسير لايف وما تعطيش حقوق الناس، تجي لهنا تبكي عنا، احترم وما تقطعش. فقط تحكي على تونس. الدينار التونسي كم يمثل الدينار الجزائري؟ 8 مرات. اذا من حق التونسي يمشي يشري ايش يحب من الجزائر، ويجيب حتى اعباد مش حتى ناس، يشري الناس بالدينار التونسي. دينارك ضعيف، دينارك طايح. الدينار الطفيلي الذي قال عليه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، الدينار الطفيلي نقضي عليه، تو ما قضاش عليه. هذا واحد. اثنين، أزمة تاع الطماطم الآن عندكم، هاي عندنا الدليل، عندنا الشاحنات اللي تو تنزلكم في الطماطم. كيفاش القارة هذه ما عندهاش طماطم؟
أزمة الملح في رمضان واعطوكم التوانسة الملح، رديتوا احنا هم اللي سرقنا الملح وهزينا الملح، ولت أزمة الملح في تونس. الأزمة هذه تاع السميد حتى في الإذاعة والراديو التونسي اتكلم على الأزمة تاع السميد. أزمة العجلات احنا ما نجيبوش حاجة من روسنا يا أخي، كيفاكم قولوا أنتم المشكلة فيكم الجزائري لما يتداخل ماهوش قابل للهزيمة، الجزائري لا يقبل الهزيمة. علاش ما تحدثتش على فرنسا؟ هاو من يومين يعني استقبال وزيرة الجيوش الفرنسية والجيش الفرنسي بحفاوة من فخامة الرئيس سعد مجيد تبون وقائد الأركان شنقريح، اللي نحترم الشهداء ورحمة الله على الشهداء، اللي عظام رورفات الشهداء عملت منهم فرنسا الصابون. احشم، علاش ما تنتقدوش فرنسا؟ وعلاش ما تكلموش فرنسا؟ علاش؟ زعم كان في المغرب وفي تونس وفي كذا وفي مصر وسبان الإمارات شد إلى حد الآن تحتل الموانئ نتاعكم. اسأل روحك على 2015 كم من عملية سرقة للذهب والأموال اللي ذهبت إلى الإمارات، هذا ما تتكلمش عليه. أزمة عجلات عندك، أزمة اقتصادية حادة عندك، أزمة سياسية حادة عندك، ما عندكم حد شيء. كي تدخل بالدليل وبالحجة وبالبرهان. ونحضر لك الفيديوهات الأزمات تاع شاحنات تاع الطماطم اللي داخلة من الجزائر ماشي تعبي في الطماطم من تونس، نعطيك على أزمة السميد اللي عندكم بالدليل وبالحجة وبالبرهان، ونعطيك العجلات بالدليل وبالحجة وبالبرهان، ونعطيك كل شيء بالوثائق. الخرطي هذا وقالوا شيخ فلان وشيخ جوجل، هذا ما يلعبش عنه. التزم بالحوار. احنا في كل الحوارات السياسية خاصة ارتقي وجيب لنا الدليل وجيب لنا الحجة والبرهان. هل الأكاذيب والخرطي هذا اللي تقولوا فيه انتم وقالوا افتح لنا صفحة من كتاب او جريدة او مجلة او بيان رسمي وتفضل ناقشنا. اخرج كيما تحب نخليك وتقول اخواتنا التوانسة، ماناش اخواتكم. الذي سرق تراث تونس هو الجزائري، والذي قام بالعمليات الكبابية هو الجزائري، والذي ضرب الاقتصاد التونسي بالمواد المسرطنة هو الجزائري، والذي ضرب السياحة التونسية هو الجزائري، لأنكم تخافون من الشعب التونسي لكي لا تنتقل العدوى من تونس إلى الجزائر. وتخافوا أكثر واحد تخافوا منه تخافوا من الشعب التونسي الذي قام بثورة عظيمة من تونس أطاح بها في اليمن بعلي عبد الله صالح. وأنتم اللي مع فرنسا التي فرنسا تحارب تونس عن طريق الأيادي الجزائرية، أيادي الكبرانات. والجزائر سرطان شمال إفريقيا، ما تنساش هذه. في كل اللي ذكروا الأخ هذا المصري، في كل جيتوا مع الاتحاد السوفيتي ضد أفغانستان، آخر الحرب بين الهند وباكستان وقفتم مع الهند البوذية ضد باكستان المسلم، وقفتم مع بشار الأسد المجرم ضد شعب بالعتات والأموال والمرتزقة، حتى خرجت علينا لويزا حنون وقالت رئيس حزب العمال نحن مع إيران قلبا وقالبا. وخرج الحزب الآخر قالك إذا سقط بشار الأسد سقطت الجزائر. وأنت احشى مع روح كاتب الشرق الأوسط، كان جيت فيك يعني ذرة من الإيمان راك كاتب شمال إفريقيا ولا كاتب المغرب العربي، إيش دخلك في الشرق الأوسط؟ كاتب روحك اسمك الشرق الأوسط، أنت خليجي، أنت عراقي، أردني، فلسطيني، سوري، سعودي، يمني، حتى بشيتوا إلى المملكة العربية السعودية وهزين علم إيميلي وتقول 1 2 3 فيفا الجيري. كل حاجة شفناها من مخربين إلا أنتم معه. آخر حاجة عثمان، جزيرة أو بلد الجرينلاند هذه التي قرب كندا اللي حب يهديها ترامب، هنالك مدينة فيها 5000 ساكن من جرينلاند. تصور يا عثمان يوتيوبر مصري يفضح الجزائر، قول لي كيفاش ذهب إلى السجون، مدينة فيها 5000 لقى فيها 12 جزائري مسجون وواحد فلسطيني. بلاد مدينة ما فيهاش حتى إنسان من ماك المدينة ذيك في السجن إلا 12 جزائري وواحد فلسطيني. حتى في جرينلاند أنتم في السجون، ما تحشموش على أرواحكم. إعلامكم هذا تاع الكذب وإعلام المسالك البولية يقول يوما ما وفي بلد ما، المغرب اسمها بلد ما،
حيث يلعب منتخبنا التونسي منتخبنا الجزائري ضد نظيره التونسي في الأراضي البعيدة. المغرب اسمها الأراضي البعيدة. أنتم الذين اكتشفتم البرازيل وهي من مدينة شنية المسيلة بنو برازيل. أنتم اللي قلتونا علينا عندكم اللقلق الشهيد والكلب تيتو والحجرة المجاهدة وشجرة البلوط. الرموز الناقد احترم الرموز. اوكي نحترم الرموز. اذا هالخرطي نتاعكم خلوه غادي. الجزائر سرطان شمال افريقيا، والان استعدوا الى ترحيل 50 ولاد القحاب قلبهم فيهم السم. يعني رضعتم من ثديها. من يومين كان فخامة الرئيس عبد المجيد تبون عند الاب رجب طيب اردوغان، والان عودة الام الى الجزائر. الزونة من الخرطي. فرنسا اللي جربت فيكم النووي تبقوا ديما امها وتبقوا تحنوا إلى فرنسا. 4 مواضيع لا يستطيع الجزائري المس بها أو التحدث عنها هي فرنسا، ثانيا إيران، ثالثا البوليزارو، ورابعا هو الشيطان الرجيم اللي ما يقدروش يتكلموا عليه حتى بسوء، وأول ما يطلع الجزائري يقول لك ربك. استغفر الله العلي العظيم. هذه مداخلتي. أنا لا أريد أن أناقش الجزائري، ومن أراد أن يناقش الجزائري أو يدخل في حوار فليتصدق بعرضه. اللهم قد تصدقنا بأعراضنا. تحياتي. واحد تفاعل بسيط قبل ما نعطيو الكلمه للشرق الاوسط. تفاعل مع الناقد التونسي. اولا الناقد ملي كتهضر على التصويره البروفيل ديالو او السميه ديالو، فهنا انت خرجتي من الموضوع ودخلتي في الشخصنه. انا اعتقد زعما ان هذا السيد داير الشرق الاوسط بحكم ان حاليا كاينه توترات في الشرق الاوسط وكاينه مشاكل، فكيشوف انه موضوع مهم للنقاش، وهذا كيبقى زعما امر شخصي. انا لا اتفق معك. الناقد هو بغى يدير الشرق الاوسط يدير، بغى يدير اوروبا يدير، كيبقى بروفيل ديالو يزرع فيه حتى يباون. ما انت شي واحد المشكل في هذه القضيه. شكرا. هنا نرجس نوجه لك تحيه خاصه لانك تكفلتي بالرد، ولكن في المقابل مجبر ان ارد عليه. هو يسمي نفسه الناقد التونسي. قبل أن تتكلم على الجزائر أنت ناقد تونسي، لماذا لا تتكلم على ديون تونس التي بلغت 51 مليار دولار؟ ولماذا لا تتكلم على أنه الجزائر لماذا لا تتكلم على الميزان التجاري بين تونس والجزائر الذي تعاني تونس بعجز قيمته 80%؟ الميزان التجاري بين الجزائر وتونس 2.8 مليار دولار، وتونس تصدر إلى الجزائر ما قيمته 400 مليون دولار، والجزائر تصدر ما قيمته 2.4 مليار دولار إلى تونس. منتجات فلاحية، منتجات كيميائية، منتجات بتروكيميائية، منتجات ميكانيكية، منتجات في النسيج، في العتاد، في كل شيء. وفي المقابل أنت ناقد تونسي. أتمنى أن تتكلم على تونس التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة، وبسببها نرى هجرة جماعية يوميا نحو الجزائر لاقتناء المواد الأساسية. إذا أردت أن تتكلم العملة التونسية والعملة الجزائرية، لكل دولة خصوصيتها في عملتها. نحن العملة في الجزائر هي مرهونة بقرار سيادي، قرار سياسي. نحن نرى أن قيمة العملة الحالية تتماشى مع الوضع الاقتصادي في الجزائر. أنت لديك عملة، تدخل إلى الجزائر تشتري المواد الأساسية. يعني هل يعقل أن تتكلم على دولة مجاورة لك تدعمك بالمواد الغذائية لدرجة أنه شعبك أصبح يموت بالجوع؟ يعني هل أنت ناقد تونسي هنا أم ناقد جزائري عندما تتكلم على الجزائر وفرنسا؟ بالله عليك، لماذا لا تكلمنا على آبار البترول التي ما زالت تحت سيطرة فرنسا؟ لماذا لا تكلمنا على اتفاقية الحماية بين فرنسا وتونس واستقلال تونس 1956؟ وما هي البنود وكيف خرجت فرنسا من تونس؟ ولماذا الصحراء التونسية تدخل إلا بكرت عبور من السلطات التونسية؟ أخي الفاضل، يعني تتكلم في كلام إنشائي. أنت دولتك تعاني الأمرين لولا الجزائر تتكلم. أنت مثلا إذا تكلمت على العجلات في الجزائر، أنت تونسي تدخل يوميا
نحن نعاملكم برفق، نحن كما المثال يقول يعني هذو جيراننا، هذو خوتنا، لازمتنا نستهلوا فيهم، راهم في أزمة اقتصادية، كل الشركات غادرت، ديون وفوضى داخلية وفوضى سياسية. وإذا كنت تتكلم على الرأي والرأي الآخر، حدثني على سجون تونس والمعتقلين في تونس. يعني أنت يعني إذا كان بيتك من زجاج لا ترمي بيوت الآخرين من بالحجارة. أنا أعطيتك أرقام والكل يشهد في هذا البث. لدي سؤالين في البث، سألت سؤال: أثبتوا لي يا مغاربة أنكم لا تستوردون 512 مليون دولار من الإطارات سنويا، ولا تستوردون النفايات المطاطية وعجلات المستعملة من أوروبا. وأنت كتونسي أثبت لي، إذا كنت تتكلم على الأكاديمية، أثبت لي أنه ليس لديك ديون بقيمة 51 مليار دولار، وأنك لديك عجز تجاري في الميزان التجاري بينك وبين الجزائر بقيمة 80%. يعني هنا مجبر أن تقول أن الجزائر هي من تؤكلك وهي من تشربك. نرجع إلى أخينا محمد، هذا أخي محمد الذي يتكلم على العروبة ويتكلم على الإسلام وكذا وكذا وكذا. بالله عليك يا محمد، منذ 3 أشهر وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت بيان. ماذا يقول هذا البيان؟ بيان يقول اتفاقية عسكرية بين مصر وأمريكا. بموجب هذه الاتفاقية أمريكا تسلم مطارات مصر والقواعد العسكرية المصرية، وهذه الاتفاقية موجودة في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية، اسمها كيسمو. يعني أنت يا مصري إذا كنت تتكلم على التاريخ فيجب تعرف أن القاهرة بناها سكان شمال إفريقيا، بناها الفاطميون، بناها الجزائريون. إذا كنت تتكلم على البطولات، أنت كمصري يجب عليك أن تراجع التاريخ وميناء الأدبية الذي الجيش الجزائري قام بقتل 800 جندي إسرائيلي وتحطيم أكثر من 900 دبابة إسرائيلية. على أي كلام تتكلم يا مصري؟ تتكلم أنت جيشك منهك، أنت جيشك يملك الخردة، أنت جيش يعني لا محل له من الإعراب، أصبح يتحكم فيه محمد بن زايد. يا مصري عندما تتكلم على الجزائر وتتكلم على التجارب النووية وتتكلم على كذا، أنا أقر هنا دولة تعرضنا للاستعمار، استقللنا ب 1962. لحد الساعة ما زلنا نحارب أذناب فرنسا، لحد الساعة ما زلنا نحارب فرنسا. والدليل تم طرد كل الشركات الفرنسية من الجزائر، ورجعت فرنسا مرغمة وراكعة، واعتذرت للجزائر في مجازر 8 ماي 45 من خلال تصريح وزيرة الجيوش الفرنسية. هل اعتذرت لك أنت بريطانيا؟ هل أنت يا مغربي اعتذرت لك فرنسا؟ هل أنت يا تونسي اعتذرت لك فرنسا؟ ليس لديكم القوة لكي تناهزوا فرنسا وتعتذر لكم فرنسا. هذه نقطة. عندما تتكلم يا محمد على السيادة يوجد سيادة اقتصادية، يوجد سيادة عسكرية. إذا كنت تتكلم على نصر، أنت المصري لم تخض إلا حرب 1948 لوحدك أمام إسرائيل، أما باقي الحروب فهي حروب عربية شاركت فيها كل الدول العربية، وعلى رأسها بلدي العظيم الجزائر. أنت لم تحارب يوما، ويا ليتك كنت صادقا في الحرب. هذه الحرب كيف انتهت باتفاقية كامب ديفيد. تم تقسيم منطقة سيناء ألف وباء وجيم، وهي تحت سيطرة البوليس المصري. ليس بإمكانك وضع قوات عسكرية ومدافع وصواريخ في سيناء، ليس بإمكانك استغلال ثروات سيناء، ليس بإمكانك استغلال شواطئ سيناء إلا شرم الشيخ الذي يعتبر منفذ على إسرائيل، ويأتي فيه الجنود الإسرائيليين يقضون إجازاتهم. أنت يا مصري عندما تصعد في بث مغربي وتهاجم الجزائر، هل الجزائر هي التي وقعت دفاع مشترك مع إثيوبيا، وإثيوبيا التي تخنقك
مائيا تهدد أمنك المائي، لغاية أنه أصبح السيسي يبيع الماء في مصر من خلال عدادات مياه، يبيع الماء في مصر. أصبحت مهدد بسبب إثيوبيا والإمارات هي من بنت سد النهضة، والمغرب وقع اتفاقية دفاع مشترك مع إثيوبيا. يعني أحتار فيك، هل الجزائر من توقع دفاع مشترك مع إثيوبيا أم المغرب؟ أنت يا محمد قبل أن تتكلم على هزيمة 67 من واجبك أن تتكلم على أسباب هزيمة 67. أسباب هزيمة 67 للأسف الشديد ويا حسرتاه ويا أسفاه على أنه تم تسريب الخطة العسكرية واجتماع الدول العربية سنة 1965 في إحدى القمم العربية، وهذه القمة انعقدت في الدار البيضاء. يا أخي الفاضل، لا أكمل كلامي، لا تقاطعني، لو تكرمت لا تقاطعني. قبل أن تتكلم على كذا وكذا وكذا والجيش الجزائري وكذا وكذا، يكفيني فخرا مهما تكلمت. لدي مشاكل اقتصادية، ولدي. إذا كنت تتكلم على الإمارات نقر، كانت لدينا علاقات مع الإمارات في زمن عصابة، ولكن الحمد لله سواعد الجزائريين والجزائريين الأحرار غيرنا العصابة وطردنا الإمارات. وأثبت لي أن الإمارات تسيطر على ميناء، أثبت لي أن الإمارات تشغل الميناء، أثبت لي. أنا أتحداك أن تثبت هذا. آخر نقطة أقولها، مهما تكلمت على سلبياتي، الشيء الأول، ليس لدي قواعد عسكرية أجنبية داخل بلدي، لست مطبع ولست خائن ولست موقع على اتفاقيات إبراهيمية أو اتفاقيات استسلام مع الكيان الإسرائيلي. هذا فخر لي. وإذا كنت يا مصري تتكلم بهذه الطريقة فأنا أقول لك يا أخي المصري، راجع حساباتك. أنت لست بقوة حتى تتكلم على الجزائر. الجزائر أكبر منك. يعني أنت كمصري تتكلم على الجزائر وصدرنا الغاز من خلال السفير المصري في الجزائر ولقاؤه الصحفي مع قناة البلاد، قال بالحرف الواحد: هذه السفينة سفينة مصرية كانت تتواجد في إسرائيل لكي تعبأ بالغاز الإسرائيلي. بسبب الحرب أوقفت إسرائيل تصدير الغاز، فلم نجد إلا الشقيقة الجزائر. أرسلنا تلك السفينة إلى الجزائر وقاموا بتعبئتها بالغاز ورجعت إلى مصر. هذا كلام سفيرك. من نقطة، ثواني. هذا يا مصري، هذا كلام سفيرك وليس كلامي أنا وليس كلامك أنت. أما النقطة الأخرى، إذا كنت تتكلم على المبادلات التجارية بين الجزائر وإسرائيل أنا أتحداك، ولكن في المقابل ما معنى اتفاقية 35 مليار دولار بين السيسي ونتنياهو؟ حجم المبادلات التجارية بين إسرائيل ومصر ارتفع بقيمة 7 مليار دولار منذ حرب غزة إلى غاية اليوم. المبادلات التجارية بين إسرائيل ومصر ارتفعت بنسبة 20 مليار دولار، وميناء دمياط والعريش هو خير دليل على المبادلات التجارية، وخاصة في الذخيرة التي تأتي من أمريكا ودول أخرى، وتقوم أنت بإنزالها في موانئك وتقوم بإرسالها إلى إسرائيل عبر الممرات البرية. يعني أقول لك استحي، وإن لم تستحي فافعل ما شئت. وهذا الكلام موجه لك وموجه للنقد التونسي. شكرا. انا نحترمك. ما تهربش. انا اللي علي الدور عشان ما ننساش. ارحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، احترموا شويه وتعطى الكلمه. اخويا محمد، بلاتي الاخوان، شوف المهم هنايا انا غادي نرد في الجانب المغربي، لان ما دوز المغرب يعني في الرد ديالو على تونس وعلى مصر، وانا غادي نكون بغيف. ماشي فرنسا اللي احنا ولا فرنسا اللي خصها تعتذر من المغرب. المغاربه خصهم يعتذروا من فرنسا. علاش؟ لان ما حنايا اللي السبب انهم خرجوا من الجزائر. سبب الخروج ديال فرنسا من الجزائر هو المغرب.
ولهذا انا كمغربي انا اليوم يعني لولا يتسمى غيتقلب الوقت انا ما ندخل في الشؤون الداخليه الفرنسيه، انما دخلنا في الشؤون الداخليه الفرنسيه. ما يتعلق بفرنسا، حنايا فرنسا خصك تعرف واحد الحاجه الاستاذ ديالي، اراه 4 سنين وهو ماكرون وقبل ماكرون يعني ما داروش الرجلين ديالهم في المغرب، حتى فرضنا عليهم انهم هما يستعرفوا بالوحده الترابيه المغربيه كامله، عاد تما جا المغرب. وشفنا ان ماكرون ملي كيهضر على المغرب راه ماشي كيطبل، لا كيلحس. Je le dis ici, Monsieur le Premier ministre, mais ce que vous avez fait sous l'autorité de Sa Majesté le Roi est un modèle pour le continent, formation primaire, secondaire et universitaire, avec des résultats, je veux dire, c'est là qu'on voit les choses, c'est parmi les meilleurs résultats dans notre école polytechnique. هنايا كيهضر على المغرب كمثال في افريقيا. ماكرون يعني اليوم كيهضر على المغرب كمثل في افريقيا، هكاك اللي كيقول، حنا ما فرضنا عليه والو، هو اللي كيقولها بوحدو، داكور. ولكن الا كان شي حد يعتذر، لان ما حنايا ما كنحسبوش الشهداء المغاربه، راه الفرنسيين اللي كيحسبوا شحال الناس اللي ماتوا عندنا في المغرب. ونهار اللي خرجوا من المغرب ما وقفناش تما حنايا، وقفنا معاهم حتى خرجناهم حتى من الجزائر. المهم باش نكونوا واضحين، وهنايا حنايا ما كنتعاملوش كضحيه مع اي دوله. لا تنسالي بلاتي بلاتي راه عند محمد اللي غادي يجاوب. 10 ثواني لا عندي خلاص عاد خلاص لا ما فيش التصويت دابا اذا تكرمتوا نتوما واحد التوجيه بسيط. الله يجازيكم بخير كاملين هاد الناس اللي كاينين معنا في هاد الكاس. اسمح لي عثمان غادي ندخل في الاورغانيزاسيون ديال اللايف. الله يرحم الوالدين، سواء لا الجزائري لا المصري ما يتفتحش المايك الا تعطات لكم الكلمه. غتحترموا اللايف، غتحترموا الناس اللي كتسير اللايف، ماشي كل واحد غترشق ليه يفتح المايك ونوليو في السويقه. الا بغينا النقاش يمشي باحترام والناس توصل ليها الفكره من الطرفين نلتزموا، ولان اللايف راه عنده مولاه، عنده الناس اللي كتسير معاه اللايف، ما بقاش كل مره واحد ترشق ليه يفتح المايك. بالنسبه للشرق الاوسط قلتي المداخله ديالك غير كانت طويله 10 ثواني لو تكرمتي. 10 ثواني لا شوف طولتي بزاف، طولتي وكان عندك التكرار، فإذا طولوهما ما تقاطعهمش. كتقاطع بزاف، 10 ثواني قبل ما كتقاطع. عرفتي شحال هضرتي وكلشي كان سد المايك، هضرتي بزاف. غتصبر الكلمات. 10 ثواني برك. لا هضرتي بزاف الكلمه. عثمان ما عرفش 10 ثواني ما الكلمه. دونك الله يرحم الوالدين عاونونا في الشرق الاوسط. الله يرحم والديك. انا ما شوف ملي هضرتي على المغرب انا ما قاطعتكش. ملي هضرتي على المغرب، ملي قلتي راه ما طالبش لي اعتذار، انا ما حبستكش، ما قلت لك انا والله 10 ثواني. انا كان عليا نوقفك، ندير لك ميوت هكا ونوقفك نقول لك لا ونتفاعل معاك. انا خليتك انا ما حتى طلبتش تسالي. حاجه مستحيله، طلبت 10 ثواني. لا شوف كيما قلنا للناس اللي معنا في اللايف الوقت دابا. فوالا قلنا لهم سدوا المايك، ما تقاطعوش. انت كيسري عليك ما يسري على علاش هما سدوا المايكات ديالهم؟ انا منفع. انا مول لايف ملي هضرتي على المغرب والله ما حليت الميكرو ديالي، بقات ليا انا قيتها بستيلو، استنيتك حتى ساليتي جاوبتك. دابا راه محمد اللي غادي يهضر، سي كومسا. استنى وقيد في الورقه وجاوب في 10 ثواني ديرهم في الوقت ديالك. تفضل يا محمد، لك الكلمه من بعد النقيض التونسي. الله يرضى عليك. السلام عليكم. والله هو الاخ عادل من خلال مداخلته بصراحه ضحكني كتير. هما دايما نسمع منهم الخرط زي ما هما بيقولوا. قال لك احنا اللي بنينا القاهره. يعني انا عاوز اسال سؤال، هو جحا اكبر ولا ابنه؟ ده انت اتنشأت 1963، ازاي بنت القاهره؟ يعني وصلها لي. يعني انتوا بنيتوا القاهره، ورأفت الهجان جزائري وششناق جزائري. فيعني بصراحة مش هرد على النقطة دي لأن يعني كلام هايف. قال لك جيش الخردة. طيب جيش الخردة ده طلع وصل على حدودك في قاعدة عتيقة اللي هي قاعدة عقبة بن نافع في ليبيا، ضرب الميليشيات اللي دخلتها تركيا عندك في الجزائر وانت دخلتها الحدود الليبية،
جت عندك حدود 300 كيلو على حدودك، ضربت لك الميليشيات ورجعت. هل قدرت ترد على جيش الخردة؟ لا. فين جيشك انت بقى اللي يرد على جيش الخردة؟ مش موجود. تاني حاجة بتقول القواعد، أراهنك إذا كان في عسكري غير مصري في مصر، خدت بالك؟ قال حاجات كتير والله أنا مش حافظها. شوف عادي، حتى ما أنت عارف منطقة ألف من منطقة ب من منطقة ج من منطقة د، يعني ما أنتش عارف إن هي المناطق ولا أنت تعرف إيه الاتفاقية. المساعدات الأمريكية اللي أنت بتتكلم عليها دي مش مساعدات مالية، دي مساعدات سلاح. بموجب إن أنا عملت اتفاقية سلام مع الكيان باخد سلاح ب1,200,000,000 زي الكيان عشان أفك الكيان وأسلم الأسرى بتاعهم. أنت بتقول أنت موتت 800 عسكري ولا مش عارف كام في 73. ده أنت وصلت بعد الحرب من الحدود الليبية يوم مفيش لك اسم موجود في حرب 73 اصلا. انت وصلت بعد الحرب